السلام عليكم، أهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة ليلة 24 رمضان، رمضان خلص وعدى بسرعة قوي قوي، يعني عدى في لمح البصر. كنا لسه في أول رمضان، يعني حاسس إن أنا لسه كنت عامل فيديو اللي قبل كده بقول لكم هنعمل إيه في رمضان. حاليا دلوقتي بنقول هنعمل إيه في العيد واللي هيحصل بعد العيد. فربنا تقبل منا رمضان. فالنهاردة في التراويح كنت بصلي التراويح، واستوقفتني صورة مش آية، هي استوقفتني صورة لقطتها أو عرفتها من بدايتها. يعني من بدايتها عرفت إن هي صورة كذا. كانت بدايتها اللي هي، أنا حاطط المصحف جنبي عشان خاطر أقرأ، أجيب لكم المصحف الكبير، مصحف التهجد، وهو حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما الشيخ قال غافر الذنب عرفت إن هي سورة غافر. والسورة يعني طبعا ربنا يجعلنا زي الشيخ كده. النهاردة لما كان بيقرأ السورة كان متأثر جدا بالسورة، وكان بيقف ويبكي، ويعني قعدنا مثلا معظم السورة كلها كان بيبكي فيها. فلما جيت وقفت كده مع نفسي، فالذنوب الذنوب اللي احنا بنحاول ان احنا نبطلها ومش عارفين نبطلها، الذنوب اللي هي ممكن صغيرة قد كده، وممكن هي اللي تطيح كل الحسنات أو تودي كل الحسنات، اللي هي بتخسر كل الحسنات بتاعتنا. ربنا بدأ الآية بيغفر الذنب، أيا كان ذنبك، أيا كان اللي أنت كنت بتعمله، أيا كان الذنب كبره قد إيه، بس تبقى صادق في النية، وإنك خلاص تقرر إنك خلاص لأ، أنا هكتفي عن الذنب ده، أنا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي. ربنا بدأ لك الآية قال لك غافر الذنب، يعني ربنا غافر بيغفر لك ومستنيك وفاتح أبواب التوبة عشان نرجع له. يقول لك غافر الذنب قابل التوبة. ربنا مش هيغفر لك ذنبك بس، ده أنا هقبل توبتك اللي أنت جيت وبتبكي وتتذلل فيها، وبتقول يا رب أنا عبد ضعيف، أنا عبد ضعيف. آه، أحاول إن أنا مرجعش تاني للذنب ده، أيا كان الذنب اللي أنت بتعمله. ما تعرفش أنت هتعيش تاني بكرة ولا هنعيش الدقيقة اللي بصور فيها، معرفش هل هكمل إن أنا هعيش فيها ولا هتوفى في نفس هذه اللحظة. فموضوع صعب، صعب قوي. فبيقول لك ربنا سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ربنا بيغفر ذنبك وهيغفره لك، وأنا مستنيك إن أنت تتوب وتجيلي. بس لو أنت ما تبتش ومش مندمتش على اللي أنت عملته، لأ، شديد العقاب، هعاقبك. وطبعا يعني كلنا عارفين عقاب ربنا، وعارفين الجنة والنار وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، ويوم القيامة هيحصل إيه، وأهوال يوم القيامة، والناس اللي كنا بنتبعهم في سورة البقرة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فصفات كتير جدا. فربنا بيقول لك أنا شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول أنا حاليا لسه عارفها يعني إيه، وهو واسع والوفير. يعني مش عارف والله أقول إيه، بس حاسس إن لأ، محتاجين نقف مع نفسنا، محتاجين نشوف كل ذنب إحنا كنا بنعمله مهما كان صغير نتحاسب عليه. في ملكين على اليمين والشمال بيكتبوا كل حاجة. محتاجين إن إحنا نقف ثواني مع نفسنا، محتاجين نشوف إيه الحاجة أو الذنب اللي مخلينا مش متفوقين، مش خلينا عارفين نمشي حياتنا، مش عارفين الرزق يجيلنا. لأن الذنب بيمنع الرزق، بيمنع التفوق في الحياة أو التفوق عموما، بيمنع الخشوع، بيمنع إنك تتعبد لربنا، بيمنع حاجات كتيرة أوي أوي. فتخيل أنت لو الذنب ده بطلته،
ربنا بيقول لك ذي الطول، يعني واسع الغفران، واسع الرزق، يعني وسع كثير، لا إله إلا هو. آخر الآية ختمها وإليه المصير. إحنا كلنا راجعين لربنا. طبعا الآية خلصت، بس السورة ما خلصتش. السورة اتكلمت على حاجات كتيرة قوي، واتكلمت على كل حاجة وأهوال يوم القيامة، واتكلمت عن قصة فرعون كلنا عارفينها. بس في آية 19، ودي أول مرة أعرفها، ويعلم سوري يعلم مش ويعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ودي لسه برضو عارفها من قريب. يعني إيه يعلم خائنة الأعين؟ يعني البصة اللي حضرتك بتبصها دي تحاسب عليها، اللي هي من تحت لفوق كده، وانت بترفع حاجبك كده وتبص، وانت مكشر كده، وانت بتسوء ظن في حد، كل دي خائنة الأعين، ربنا يحاسبك عليها. دي ذنوب، ده ذنوب، احنا بنعمل ذنوب. وما تخفي الصدور دي معروفة، ربنا عارف اللي جواك وعارف انت بتفكر في ايه. ف حبيت ان انا اعملها تذكرة ليا وليكم، ان احنا نقف مع نفسنا ونشوف احنا وصلنا لفين. احنا بنقرب لربنا ولا بنبعد؟ نحاول نتقدم إلى الأمام ولا النفس والشيطان بيمنعونا؟ ودي التذكرة ليا قبل ما يكون تذكرة ليك. ف اقرا سورة غافر، بجد حاسس إن السورة محتاجة تتقري، ومحتاجة تتدبروها وتقروها كويس، يعني محتاجين فعلا. فادعوا كتير وادعوا الذنب اللي انتم مش عارفين تتخلصوا منه، تذللوا بيه ربنا، قولوا له يا رب احنا الذنب ده مش عارفين نتخلص منه. الذنب ده احنا ناس ضعيفة، عباد، احنا بني ادمين ضعاف، الذنب مش قادر يخرج مننا، او ان احنا مش قادرين نتخلص من هذا الذنب، فاعصمنا منه. فتخيل انت بتقول ربنا اعصمنا. تعرف يعني لو تعصمت من الذنب، يعني ربنا عامل بالظبط كده. عارف انت لما مثلا بيحصل زلازل ومثلا المبنى كله فيه زلزال، بس في مكان واحد بس بيعصمك من الزلزال ده، عمر ما تحس بالزلزال ولا ان في زلزال اصلا ولا اي حاجه، وتستخبى في المكان ده. هو نفس الكلام ده، ربنا هيعصمك. كل حاجه هتهيئك للذنب ربنا هيعصمك عنها، اكنك مش شايفها. كنت مثلا بتبص على البنات، ربنا اكنك حتى لما يجي مثلا يسالك بعد كده كان في بنت ماشيه جنبنا، هتلاقي ان تقول له لا مش شايف حاجة. فربنا بيعصمك. فادعي كتير وقول له يا رب أنا عبد فقير.